وسارعوا. قالت أحد المغسلات: لم تستطع مغسلة من الثلاث تصير تلك الفتاة، فكلما حضرت واحدة ورأت منظر الجنازة فرت ورفضت تغسيلها، وعندما حضرت الرابعة وأدخلت على الفتاة أخذ الفتاة بإغلاق الباب عليها من الخارج، فإذ بها ترى تلك الفتاة وتقف على ذلك الجسد الذي كان يتفتت كالقطن كلما وضعت يدها عليه، فأرادت الخروج خوفا وذعرا من ذلك الحال، فإذا الباب مغلق عليها طلبت منهم فتح الباب، رفضوا إلا بعد أن تقوم بغسل الجنازة. فتقول المغسلة: استعنت بالله وتشجعت وقمت بتغسيلها. تقول: ما استطعت تغسيلها الغسل الشرعي المطلوب، فكلما وضعت يدي وصببت الماء تفتت لحمها في يدي وتساقط. فتقول: أسرعت بتكفينها وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله من الرهبة والخوف. وفتح الباب حتى متى وفتح الباب فصحت بهم: ما هي قصتها؟ ما هو خبرها؟ قالوا: تعالي انظري إلى دولاب ملابسها، فإذا بي أرى ملابسا ضيقة وثيابا شفافة وفتحات وبناطيل، فقالوا: هذا هو لباسها داخل البيت وخارجه. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء حتى متى وإلى متى نتوانى، وأظن هذا كله نسيانا. حتى متى هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر.